أهلا بيكم مشاهدينا مع أولى حلقات مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر وأحمد زاهر. بتبدأ حلقتنا وفي المقابر بنعمة وهي بتحكي اللي حصل لها، وإن جوزها صلاح واللي كان بيخونها معاها سارة ضربوها على دماغها ودفنوها لأنهم فكروا إنها ماتت. وبتقول أنا مش هموت أبدا غير لما أخد حقي من صلاح وسارة. وبيجي فلاش باك قبل 12 يوم من الحوار في مجمع المحاكم، وبتوصل نعمة السيد أبو العلب محامية والأولى على دفعتها ال4 سنين مع مرتبة الشرف، وتعينت معيدة ولكن كانت بتحب المحكمة أكتر وسابت الوظيفة، وبتكسب القضية من أول ما تبص فيها. وفي قاعة المحكمة بتبدأ تترافع في القضية وبتكسبها من أول جلسة، وبتجيب البراءة لموكلها، وبيتحول المتهم لبريء والخصم المتهم، وبتخرج وهي حاسة بالفخر أكتر. بيقابلها أهل المتهم وبيشكروها إنها طلعته براءة، وبيطلبوا تنزل في الأتعاب. بترفض نعمة وبتتكلم بعين جامدة وبتقول أنا مش بتنازل عن حقي أبدا، وبتاخد أتعابها كاملة وبتمشي. وبتوصل عند بيت أبوها وبتقول الشطارة مش من فراغ ولكن وراثة، وأنا بنت أبويا بنت الأستاذ السيد أبو العلب أشطر محامي في مصر، بس محدش يعرف ده غيري، أصل هو توفر له كل حاجة إلا التوفيق والحظ، بس اللي خلف ما ماتش. وبتطلع لأبوها وبيفرح أول ما بيشوفها وبتقول أحلى كباب وكفتة لأحلى جيل. بيفرح ابو العلب وبيقول كباب وكفته وصندوق حاجه ساقعه مشكل كمان، يبقى كسبتي قضيه. بترد بفرحه حصل، وبيبداوا ياكلوا وهم مبسوطين، وبتقوم تفتح له حاجه ساقعه زي ما بيحب. وبالليل بتروح نعمة لمحل منبهات واللي بيكون فيه صلاح شريك فيه، وبتزمر له بالعربية، بيشاور لها تستنى. بتقعد وبتستناه وبتقول مش عيب أعدي على جوزي كل يوم واخده في طريقي للبيت والمليان يكب على الفاضي، أصل صلاح جوزي ده حظه قليل وهو يعني نحس. وبيقفل صلاح ومدحت المحل وبيقول مدحت احضرينا يا متر لحسن أنا وجوزك مقطعين بعض. بترد عليه مهما تقول يا مدحت أنا هنصف جوزي. بيرد صلاح مش انا قلت لك يا مدحت نكمل كلامنا بكره، وبعدين ايه دخل نعمه في الموضوع؟ بتتضايق نعمه وبتقول اخص عليك بقى، انا اقول له هقف في صفك وانت تقول له ايه دخل نعمه؟ طب انا مش ماشيه وهنصفه هو يا صلاح؟ اهري يا مدحت. بيرد مدحت بقول له على بضاعه جديده جايه من الصين، ولو مشت يبقى تمام، ولو ما اشتغلتش فعادي مش هنزعل اكتر ما احنا زعلانين، والفلوس هنستلفها منك زي كل مره. بترد نعمة منبهات تاني ايه اللي عايزين تجيبوها وانتوا مش عارفين تبيعوا اللي عندكم؟ وبعدين المنبهات دي اتلغت من وقت ما طلع المحمول، وانت بس الوحيد يا مدحت اللي في الناس كلها مش فاهم كده. وبعدين غير المجال بقى بدل الجوع اللي انت فيه ده، افتح اي مجال تاني ان شاء الله اي مطعم ومنبهات اي حاجة. بيتضايق من كلامها وبيقول خلاص يا نعمة يا ريتك ما اتكلمتي ولا نزلتي من العربية اصلا، وبيمشي. صلاح بيقول ما كنت ضربتيه قلمين احسن. بترد عليه ما هو اللي ما يجيش بالتلميح يجي بالتجريح. بيرد عليها سيبك منه شكلك قمر قوي النهارده. بتتكسف وبتقول طب يلا جايبالك كباب وكفته ومروقه عليك انت وابويا النهارده. وبيمشوا وبيوصلوا على البيت، وبيغطي صلاح العربيه وبتقول ملهاش لازمه تغطيه العربيه دي. بيرد عليها بتحميها يا نعمه وهي ربنا يكرم. بترد عليه مرضية والحمد لله. بيرد عليها ده بأمارة ايه انك انت اللي بتصرفي على البيت وعشان اللي انت شارياه ده، والبيت ده لو شهدوه هيقول ان راجل البيت ده ما دفعش ايجاره مرتين على بعض. بترد عليه انت بدأت الوصلة يا صلاح يا احزان، اهدى وروق كده، ده انت اجمل هدية ربنا هداني بيها، ربنا يخليك ليا، وبعدين هو انا وانت ايه مش واحد؟ ما تقولش الكلام ده. بيرد عليها بحبك يا نعمة. بترد اهو ده الكلام مش وصلة الحزن اللي انت قلتها من شوية، يلا بينا نطلع فوق. وتاني يوم نعمة بتوصل القهوة اللي عاملة منها مكتب ليها، وبيجي بعدها أكرم زميلها من أيام الجامعة ومتضايق، وبتسأله ليه عامل كده؟ بيرد عليها بقالي فترة ما مسكتش ولا قضية والدنيا بايظة مع أخوكي قوي. بتزعل عليه وبتقول رزقك في رجلك يا ابن المحظوظة، وبتطلع ورق قضية وبتقول خد دي وانا مغروسة مع واحدة تانية. بيفرح اكرم وبيقول بجد انتي احسن واحدة في الدنيا ومفيش منك. بترد عليه عارفة وادي مراتك جت اهي. بتسلم مريم عليهم وبتقول اشتغل فيها انت ومراتك وتبقى رزقت للكل. بيمشي اكرم يشوف القضية وبيقرأها، وبتقول مريم انتي اللي اديتيها له؟ بترد عليها نعمة لا ربك اللي بعتها له.
يلا قومي وساعدي جوزك، القضية محتاجة شغل. وبتنادي على علاء صبي القهوة وبتاخده وبتطلع بره. مريم بتروح وراها وبيبقى عندها فضول تعرف. بتطلع نعمة 1000 جنيه وبتقول خد دول وروح على محل صلاح ومدحت واشتري منبهات وحسك عينك يعرف ان انا اللي بعتاك. بيرد امرك يا استاذة وبيمشي. وبتسأل مريم وبتقول انا مش فاهمة حاجة. بترد نعمة اصل النهاردة عيد جوازي انا وصلاح وجايباله تليفون هدية ومش عايزة اجرحه اني يكون جبتله هدية وهو لا، علشان ظروفه وعشان كده بعتله علاء. بترد مريم والله يا نعمة انت مفيش منك. وفي بيت ابو نعمة بتسأله نعمة وبتقول انا مش عارفة انت حاطط نقرك من نقره ليه. بيرد عليها لان جوزك ده معفن وسو وابن نوال. بترد عليه بزعل ما تغلطش فيه لو سمحت علشان بزعل. بيرد عليها تفلقي انت عارفة اغبى قرار خدتيه في حياتك هو انك اتجوزتي الولد ده وبعدين جاية تقولي عيد جواز. جوازك ده محتاج وقفة تراجعي فيها نفسك عن اغبى قرار انت خدتيه. بترد عليه طب والله انت ظالمه، صلاح حنين وطيب، مشكلته بس ان رزقه قليل، هو بس لو معاه فلوس هيخليني ست الستات. بيرد عليها وانتي ست الستات يا عبيطة من غيره، وحتى لو معاه فلوس هو هيفضل معفن. بترد خلاص يا ابو العلب نرفزتني انا همشي. اما صلاح فبيبقى عند امه وبتقول سايب لها انت الدفة وهي اللي سايقة ومدلدلة رجليها، حتى لو هي اللي بتصرف فانت لازم اللي تسوق، ده ايه الخيبة اللي ابني فيها دي. بيرد عليها صبرك بس اكسب قضية الوقف واسوق احلى سواقة وبعدين انا بحبها. بترد عليه موت يا حمار. وبيمشي صلاح وبيرجع على البيت بيحاول يفتح الباب ولكن المفتاح مش بيدخل. وبتبقى نعمة حاطة المفتاح من الناحية التانية. بيرن جرس الباب وبتفتح نعمة شراعة الباب وبتقول نعم. بيرد عليها افتح الباب يا نعمة. بترد طب غمض عينك وانا افتح لك. بيتعصب وبيقول انجزي يا نعمة وافتحي. بترد بتحدي طب مش فاتحة الا لما تغمض عينك يا هتنام على السلم. بيتضايق اكتر صلاح وبينفذ كلامها. وبتفتح الباب نعمة وبيتفاجئ جدا أول ما بيشوف إنها مزينة البيت ومحضرة له تورتة وبتقول إيه رأيك قلبتها لك توك توك، كل عيد جواز وإنت طيب. بيبص لها بحب وبيقول وإنت طيبة يا نعمة. وبتقدم له الهدية وبيفرح جدا بالتليفون وبيقول شكرا جدا بس أنا والله مكسوف منك إني ما جبتلكيش هدية، بس والله المحل بقاله أسبوع مش بيدخل ولا مليم، حتى النهاردة فضلت قاعد طول اليوم ومفيش حد جه. نعمة بتتصدم لما بتعرف انه بيكذب عليها وبترد عليه ولا يهمك ربنا يرزق ويكرم، وبيصعب عليها نفسها. وتاني يوم في المحكمة بتبقى قاعدة وزعلانة وسرحانة. بيجي عليها أكرم ومريم وبتسألها مريم ايه أخبار عيد الجواز، كان حلو، جابلك هدية ايه. بترد بحزن كان حلو قوي وجابلي حاجات كتير، بس أكتر حاجة عجبتني إني لما رجعت كان مالي البيت كله ورد أحمر لدرجة إني شميت ريحته من على السلم. أنا هبقى أحكيلك بعدين بس لازم ألحق الجلسة دلوقتي. وبتقوم وبتسيبهم. أكرم بيحس إنها بتكذب عليهم وكمان مريم وبيزعلوا عليها. بتقول مريم شكلها بتكذب وزعلانة إنه ما جابلهاش حاجة مع إنها بعتت علاء يشتري منه علشان يجيب لها هدية. ده صلاح ده معفن قوي. بيرد أكرم نعمة دي تستاهل واحد أحسن منه بكتير، واحد ابن حلال زيها، حد يحبها بجد ويشيلها جوه عينيه وبيبان انه بيحبها. وفي القهوة بعد المحكمة نعمة لسه قاعدة وزعلانة. بيجي رجل أعمال غني ومعاه السكرتير بتاعه وبيقول مساء الخير على نعمة هانم أجمد محامية في مصر، محتاجينك في شغل. بتفرح جدا بكلامه وبتقول اتفضلوا طبعا. وبيعرفها السكرتير وبيقول كمال بيه الألفي رجل الأعمال المشهور. بترد نعمة اه طبعا شفته كم مرة في التلفزيون. وبيكمل احنا شفناكي وانتي بتترفعي وجينا وطالبين انك تمسكي قضية ياسين بيه ابن كمال بيه. بترد اكيد بمقاس السيجار ده فهو ممسوك فساد. بيرد كمال لا، خطف واحداث عاهة مستديمة بس مظلوم، واحد كان مشاركه واتخانقوا مع بعض. بترد ماشي اسبوعين واذاكر القضية كويس وارد عليكم. بيرد كمال اسبوعين ايه بس القضية بكرة. بتتصدم نعمة وبتقول وانا هلحق اعمل ايه في الورق ده، ده محتاج 6 سنين علشان ادرسه. بيرد عليها بصي يا استاذة انا ابني هيضيع واللي كان ماسك القضية دي جمال بيه الديك وبعديه محامين عندي في الشركة، ولكن للأسف محدش مطمني، وانا كنت هدي جمال الديك 10 مليون، ولكن لو جبت انتي البراءة هديكي زيه 10 مليون جنيه. بتتصدم اكتر من رقم وبتقول احلف انك بتتكلم بجد. بيرد اكيد بتكلم بجد يا استاذة.
بترد عليه بثقة: خلاص اعتبر البراءة في جيبك، بس يكون في علمك أنا ما بحبش العوق في الفلوس، واسأل عني. البراءة هتكون عندك قبل ما السيجارة دي تخلص، والفلوس أنا عايزاها كاش في المحكمة. وبتلم حاجتها وبتمشي بسرعة، وبترجع على البيت وبتبدأ تجهز نفسها لمذاكرة القضية، وبتركز جدا معاها ومع كل تفصيلة فيها. بيرجع بالليل صلاح وبيتخض من منظر البيت وكمية الورق اللي متبعترة على الأرض، ولسه نعمة بتذاكر في القضية. بيقعد جنبها وبيقول: ايه كل ده؟ عندك مرافعة بكرة وشكلها مهمة. بترد عليه: وأي مرافعة؟ فيلا روح واستحمى ونام وسيبني أكمل. بيقوم وبيسيبها. وتاني يوم في المحكمة بتوصل نعمة وبتبدأ تجهز أوراقها وبتعرف نفسها للقاضي. محامين الطرف التاني بيستغربوا جدا من شكلها، وبتبدأ تترافع نعمة وبتقول: أنا جاية النهاردة ومعايا دليل براءة موكلي. وبتبدأ تشرح في القضية وبتحل اللغز وبتحاول شاهد الإثبات الوحيد لمتهم، وده الإثبات كذبه بالأدلة والبراهين. وبكده تكون القضية بنيت على باطل، وبتطالب ببراءة موكلها. كل الحاضرين بينبهروا من مدى ذكائها وثقتها في نفسها، وبتبقى المرافعة قوية جدا. وبينبسط جدا كمال بيه وابنه ياسين، وبتحكم المحكمة بالبراءة. وبتفرح جدا نعمة، وبيطلع كمال شنط الفلوس كاش. بتفرح أكتر نعمة وبتطلع ومعاها الفلوس وماشية بكل ثقة. وبتخلص حلقتنا على كده. ياريت لو الحلقة عجبتكم تشرفوني بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة. أهلا بيكم مشاهدينا مع أولى حلقات مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر وأحمد زاهر. بتبدأ حلقتنا وفي المقابر بنعمة وهي بتحكي اللي حصل لها، وإن جوزها صلاح واللي كان بيخونها معاها سارة ضربوها على دماغها ودفنوها لأنهم فكروا إنها ماتت. وبتقول: أنا مش هموت أبدا غير لما أخد حقي من صلاح وسارة. وبيجي فلاش باك قبل 12 يوم من الحوار في مجمع المحاكم، وبتوصل نعمة السيد أبو العلب محامية والأولى على دفعتها ال4 سنين مع مرتبة الشرف، وتعينت معيدة ولكن كانت بتحب المحكمة أكتر وسابت الوظيفة. وبتكسب القضية من أول ما تبص فيها. وفي قاعة المحكمة بتبدأ تترافع في القضية وبتكسبها من أول جلسة، وبتجيب البراءة لموكلها، وبيتحول المتهم لبريء والخصم المتهم. وبتخرج وهي حاسة بالفخر أكتر. بيقابلها أهل المتهم وبيشكروها إنها طلعته براءة، وبيطلبوا تنزل في الأتعاب. بترفض نعمة وبتتكلم بعين جامدة وبتقول: أنا مش بتنازل عن حقي أبدا. وبتاخد أتعابها كاملة وبتمشي. وبتوصل عند بيت أبوها وبتقول: الشطارة مش من فراغ ولكن وراثة، وأنا بنت أبويا بنت الأستاذ السيد أبو العلب أشطر محامي في مصر، بس محدش يعرف ده غيري. أصل هو توفر له كل حاجة إلا التوفيق والحظ، بس اللي خلف ما ماتش. وبتطلع لأبوها وبيفرح أول ما بيشوفها وبتقول: أحلى كباب وكفتة لأحلى جيل. بيفرح أبو العلب وبيقول: كباب وكفتة وصندوق حاجة ساقعة مشكل كمان، يبقى كسبتي قضية. بترد بفرحة: حصل. وبيبدأوا ياكلوا وهم مبسوطين، وبتقوم تفتح له حاجة ساقعة زي ما بيحب. وبالليل بتروح نعمة لمحل منبهات واللي بيكون فيه صلاح شريك فيه، وبتزمر له بالعربية. بيشاور لها تستنى. بتقعد وبتستناه وبتقول: مش عيب أعدي على جوزي كل يوم واخده في طريقي للبيت والمليان يكب على الفاضي. أصل صلاح جوزي ده حظه قليل، وهو يعني نحس. وبيقفل صلاح ومدحت المحل وبيقول: مدحت احضرينا يا متر لحسن أنا وجوزك مقطعين بعض. بترد عليه: مهما تقول يا مدحت أنا هنصف جوزي. بيرد صلاح: مش أنا قلت لك يا مدحت نكمل كلامنا بكرة؟ وبعدين إيه دخل نعمة في الموضوع؟ بتتضايق نعمة وبتقول: اخص عليك بقى، أنا أقول له هقف في صفك وأنت تقول له إيه دخل نعمة؟ طب أنا مش ماشية وهنصفه هو يا صلاح. اهر يا مدحت. بيرد مدحت: بقول له على بضاعة جديدة جاية من الصين، ولو مشت يبقى تمام، ولو ما اشتغلتش فعادي مش هنزعل أكتر ما احنا زعلانين، والفلوس هنستلفها منك زي كل مرة. بترد نعمة: منبهات تاني؟ ايه اللي عايزين تجيبوها وانتوا مش عارفين تبيعوا اللي عندكم؟ وبعدين المنبهات دي اتلغت من وقت ما طلع المحمول، وانت بس الوحيد يا مدحت اللي في الناس كلها مش فاهم كده. وبعدين غير المجال بقى بدل الجوع اللي انت فيه ده، افتح اي مجال تاني ان شاء الله، اي مطعم ومنبهات اي حاجة. بيتضايق من كلامها وبيقول: خلاص يا نعمة يا ريتك ما اتكلمتي ولا نزلتي من العربية اصلا. وبيمشي.
صلاح بيقول ما كنت ضربتيه قلمين احسن. بترد عليه ما هو اللي ما يجيش بالتلميح يجي بالتجريح. بيرد عليها سيبك منه شكلك قمر قوي النهارده. بتتكسف وبتقول طب يلا جايبالك كباب وكفته ومروقه عليك انت وابويا النهارده. وبيمشوا وبيوصلوا على البيت وبيغطي صلاح العربية وبتقول ملهاش لازمة تغطية العربية دي. بيرد عليها بتحميها يا نعمة وهي ربنا يكرم. بترد عليه مرضية والحمد لله. بيرد عليها ده بأمارة ايه انك انت اللي بتصرفي على البيت وعشان اللي انت شارياه ده، والبيت ده لو شهدوه هيقول ان راجل البيت ده ما دفعش ايجاره مرتين على بعض. بترد عليه انت بدأت الوصلة يا صلاح يا احزان، اهدى وروق كده. ده انت اجمل هدية ربنا هداني بيها، ربنا يخليك ليا. وبعدين هو انا وانت ايه مش واحد؟ ما تقولش الكلام ده. بيرد عليها بحبك يا نعمة. بترد اهو ده الكلام مش وصلة الحزن اللي انت قلتها من شوية. يلا بينا نطلع فوق. وتاني يوم نعمة بتوصل القهوة اللي عاملة منها مكتب ليها، وبيجي بعدها أكرم زميلها من أيام الجامعة ومتضايق وبتسأله ليه عامل كده. بيرد عليها بقالي فترة ما مسكتش ولا قضية والدنيا بايظة مع أخوكي قوي. بتزعل عليه وبتقول رزقك في رجلك يا ابن المحظوظة. وبتطلع ورق قضية وبتقول خد دي وأنا مغروسة مع واحدة تانية. بيفرح أكرم وبيقول بجد انتي أحسن واحدة في الدنيا ومفيش منك. بترد عليه عارفة وادي مراتك جت أهي. بتسلم مريم عليهم وبتقول اشتغل فيها انت ومراتك وتبقى رزقت للكل. بيمشي أكرم يشوف القضية وبيقرأها وبتقول مريم انت اللي اديتيها له. بترد عليها نعمة لا ربك اللي بعتها له. يلا قومي وساعدي جوزك القضية محتاجة شغل. وبتنادي على علاء صبي القهوة وبتاخده وبتطلع بره. مريم بتروح وراها وبيبقى عندها فضول تعرف. بتطلع نعمة 1000 جنيه وبتقول خد دول وروح على محل صلاح ومدحت واشتري منبهات وحسك عينك يعرف ان انا اللي بعتاك. بيرد امرك يا استاذة وبيمشي. وبتسأل مريم وبتقول انا مش فاهمة حاجة. بترد نعمة اصل النهاردة عيد جوازي انا وصلاح وجايباله تليفون هدية ومش عايزة اجرحه اني يكون جبتله هدية وهو لا علشان ظروفه وعشان كده بعتله علاء. بترد مريم والله يا نعمة انت مفيش منك. وفي بيت ابو نعمة بتسأله نعمة وبتقول انا مش عارفة انت حاطط نقرك من نقره ليه. بيرد عليها لان جوزك ده معفن وسو وابن نوال. بترد عليه بزعل ما تغلطش فيه لو سمحت علشان بزعل. بيرد عليها تفلقي انت عارفة اغبى قرار خدتيه في حياتك هو انك اتجوزتي الولد ده وبعدين جاية تقولي عيد جواز. جوازك ده محتاج وقفة تراجعي فيها نفسك عن اغبى قرار انت خدتيه. بترد عليه طب والله انت ظالمه. صلاح حنين وطيب مشكلته بس ان رزقه قليل، هو بس لو معاه فلوس هيخليني ست الستات. بيرد عليها وانتي ست الستات يا عبيطة من غيره وحتى لو معاه فلوس هو هيفضل معفن. بترد خلاص يا ابو العلب نرفزتني انا همشي. اما صلاح فبيبقى عند امه وبتقول سايب لها انت الدفة وهي اللي سايقة ومدلدلة رجليها، حتى لو هي اللي بتصرف فانت لازم اللي تسوق، ده ايه الخيبة اللي ابني فيها دي. بيرد عليها صبرك بس اكسب قضية الوقف واسوق احلى سواقة وبعدين انا بحبها. بترد عليه موت يا حمار. وبيمشي صلاح وبيرجع على البيت بيحاول يفتح الباب ولكن المفتاح مش بيدخل وبتبقى نعمة حاطة المفتاح من الناحية التانية. بيرن جرس الباب وبتفتح نعمة شراعة الباب وبتقول نعم. بيرد عليها افتح الباب يا نعمة. بترد طب غمض عينك وانا افتح لك. بيتعصب وبيقول انجزي يا نعمة وافتحي. بترد بتحدي طب مش فاتحة الا لما تغمض عينك يا هتنام على السلم. بيتضايق اكتر صلاح وبينفذ كلامها. وبتفتح الباب نعمة وبيتفاجئ جدا أول ما بيشوف إنها مزينة البيت ومحضرة له تورتة وبتقول إيه رأيك قلبتها لك توك توك كل عيد جواز وإنت طيب. بيبص لها بحب وبيقول وإنت طيبة يا نعمة. وبتقدم له الهدية وبيفرح جدا بالتليفون وبيقول شكرا جدا بس أنا والله مكسوف منك إني ما جبتلكيش هدية، بس والله المحل بقاله أسبوع مش بيدخل ولا مليم، حتى النهاردة فضلت قاعد طول اليوم ومفيش حد جه. نعمة بتتصدم لما بتعرف انه بيكذب عليها وبترد عليه ولا يهمك ربنا يرزق ويكرم، وبيصعب عليها نفسها. وتاني يوم في المحكمة بتبقى قاعدة وزعلانة وسرحانة. بيجي عليها أكرم ومريم وبتسألها مريم ايه أخبار عيد الجواز كان حلو جابلك هدية ايه. بترد بحزن كان حلو قوي وجابلي حاجات كتير بس أكتر حاجة عجبتني إني لما رجعت كان مالي البيت كله ورد أحمر لدرجة إني شميت ريحته من على السلم. أنا هبقى أحكيلك بعدين بس لازم ألحق الجلسة دلوقتي.
وبتقوم وبتسيبهم. أكرم بيحس إنها بتكذب عليهم وكمان مريم وبيزعلوا عليها. بتقول مريم شكلها بتكذب وزعلانة إنه ما جابلهاش حاجة مع إنها بعتت علاء يشتري منه علشان يجيب لها هدية. ده صلاح ده معفن قوي. بيرد أكرم نعمة دي تستاهل واحد أحسن منه بكتير، واحد ابن حلال زيها، حد يحبها بجد ويشيلها جوه عينيه وبيبان إنه بيحبها. وفي القهوة بعد المحكمة نعمة لسه قاعدة وزعلانة. بيجي رجل أعمال غني ومعاه السكرتير بتاعه وبيقول مساء الخير على نعمة هانم، أجمد محامية في مصر، محتاجينك في شغل. بتفرح جدا بكلامه وبتقول اتفضلوا طبعا. وبيعرفها السكرتير وبيقول كمال بيه الألفي رجل الأعمال المشهور. بترد نعمة اه طبعا شفته كم مرة في التلفزيون. وبيكمل احنا شفناكي وانتي بتترافعي وجينا وطالبين انك تمسكي قضية ياسين بيه ابن كمال بيه. بترد أكيد بمقاس السيجار ده فهو ممسوك فساد. بيرد كمال لأ، خطف وإحداث عاهة مستديمة بس مظلوم، واحد كان مشاركه واتخانقوا مع بعض. بترد ماشي أسبوعين وذاكر القضية كويس وارد عليكم. بيرد كمال أسبوعين إيه بس، القضية بكرة. بتتصدم نعمة وبتقول وأنا هلحق أعمل إيه في الورق ده محتاج 6 سنين علشان أدرسه. بيرد عليها بصي يا أستاذة، أنا ابني هيضيع واللي كان ماسك القضية دي جمال بيه الديك وبعديه محامين عندي في الشركة، ولكن للأسف محدش مطمني. وأنا كنت هدي جمال الديك 10 مليون، ولكن لو جبت انتي البراءة هديكي زيه 10 مليون جنيه. بتتصدم أكتر من رقم وبتقول احلف إنك بتتكلم بجد. بيرد أكيد بتكلم بجد يا أستاذة. بترد عليه بثقة خلاص اعتبر البراءة في جيبك، بس يكون في علمك أنا ما بحبش العوق في الفلوس واسأل عني. البراءة هتكون عندك قبل ما السيجارة دي تخلص، والفلوس أنا عايزاها كاش في المحكمة. وبتلم حاجتها وبتمشي بسرعة وبترجع على البيت وبتبدأ تجهز نفسها لمذاكرة القضية وبتركز جدا معاها ومع كل تفصيلة فيها. بيرجع بالليل صلاح وبيتخض من منظر البيت وكمية الورق اللي متبعترة على الأرض ولسه نعمة بتذاكر في القضية. بيقعد جنبها وبيقول ايه كل ده، عندك مرافعة بكرة وشكلها مهمة. بترد عليه وأي مرافعة، فيلا روح واستحمى ونام وسيبني أكمل. بيقوم وبيسيبها. وتاني يوم في المحكمة بتوصل نعمة وبتبدأ تجهز أوراقها وبتعرف نفسها للقاضي. محامين الطرف التاني بيستغربوا جدا من شكلها وبتبدأ تترافع نعمة وبتقول أنا جاية النهاردة ومعايا دليل براءة موكلي. وبتبدأ تشرح في القضية وبتحل اللغز وبتحاول شاهد الإثبات الوحيد لمتهم وده الإثبات كذبه بالأدلة والبراهين. وبكده تكون القضية بنيت على باطل وبتطالب ببراءة موكلها. كل الحاضرين بينبهروا من مدى ذكائها وثقتها في نفسها وبتبقى المرافعة قوية جدا. وبينبسط جدا كمال بيه وابنه ياسين. وبتحكم المحكمة بالبراءة وبتفرح جدا نعمة. وبيطلع كمال شنط الفلوس كاش. بتفرح أكتر نعمة وبتطلع ومعاها الفلوس وماشية بكل ثقة. وبتخلص حلقتنا على كده. ياريت لو الحلقة عجبتكم تشرفوني بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة. أهلا بيكم مشاهدينا مع أولى حلقات مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر وأحمد زاهر. بتبدأ حلقتنا وفي المقابر بنعمة وهي بتحكي اللي حصل لها وإن جوزها صلاح واللي كان بيخونها معاها سارة ضربوها على دماغها ودفنوها لأنهم فكروا إنها ماتت. وبتقول أنا مش هموت أبدا غير لما أخد حقي من صلاح وسارة. وبيجي فلاش باك قبل 12 يوم من الحوار في مجمع المحاكم. وبتوصل نعمة السيد أبو العلب محامية والأولى على دفعتها ال4 سنين مع مرتبة الشرف وتعينت معيدة، ولكن كانت بتحب المحكمة أكتر وسابت الوظيفة. وبتكسب القضية من أول ما تبص فيها. وفي قاعة المحكمة بتبدأ تترافع في القضية وبتكسبها من أول جلسة وبتجيب البراءة لموكلها. وبيتحول المتهم لبريء والخصم المتهم. وبتخرج وهي حاسة بالفخر أكتر. بيقابلها أهل المتهم وبيشكروها إنها طلعته براءة وبيطلبوا تنزل في الأتعاب. بترفض نعمة وبتتكلم بعين جامدة وبتقول أنا مش بتنازل عن حقي أبدا. وبتاخد أتعابها كاملة وبتمشي. وبتوصل عند بيت أبوها وبتقول الشطارة مش من فراغ ولكن وراثة، وأنا بنت أبويا بنت الأستاذ السيد أبو العلب أشطر محامي في مصر، بس محدش يعرف ده غيري. أصل هو توفر له كل حاجة إلا التوفيق والحظ، بس اللي خلف ما ماتش. وبتطلع لأبوها وبيفرح أول ما بيشوفها وبتقول أحلى كباب وكفتة لأحلى جيل.
بيفرح ابو العلب وبيقول كباب وكفتة وصندوق حاجة ساقعة مشكل كمان، يبقى كسبتي قضية. بترد بفرحة حصل. وبيبدأوا ياكلوا وهم مبسوطين، وبتقوم تفتح له حاجة ساقعة زي ما بيحب. وبالليل بتروح نعمة لمحل منبهات واللي بيكون فيه صلاح شريك فيه، وبتزمر له بالعربية، بيشاور لها تستنى. بتقعد وبتستناه وبتقول مش عيب أعدي على جوزي كل يوم واخده في طريقي للبيت والمليان يكب على الفاضي. أصل صلاح جوزي ده حظه قليل وهو يا عيني نحس. وبيقفل صلاح ومدحت المحل وبيقول مدحت احضرينا يا متر لحسن أنا وجوزك مقطعين بعض. بترد عليه مهما تقول يا مدحت أنا هنصف جوزي. بيرد صلاح مش أنا قلتلك يا مدحت نكمل كلامنا بكرة؟ وبعدين إيه دخل نعمة في الموضوع؟ بتتضايق نعمة وبتقول اخص عليك بقى، أنا أقول له هقف في صفك وأنت تقول له إيه دخل نعمة؟ طب أنا مش ماشية وهنصفه هو يا صلاح؟ اهري يا مدحت. بيرد مدحت بقول له على بضاعة جديدة جاية من الصين، ولو مشت يبقى تمام، ولو ما اشتغلتش فعادي مش هنزعل أكتر ما احنا زعلانين، والفلوس هنستلفها منك زي كل مرة. بترد نعمة منبهات تاني؟ ايه اللي عايزين تجيبوها وانتوا مش عارفين تبيعوا اللي عندكم؟ وبعدين المنبهات دي اتلغت من وقت ما طلع المحمول، وانت بس الوحيد يا مدحت اللي في الناس كلها مش فاهم كده. وبعدين غير المجال بقى بدل الجوع اللي انت فيه ده، افتح اي مجال تاني ان شاء الله، اي مطعم ومنبهات اي حاجة. بيتضايق من كلامها وبيقول خلاص يا نعمة يا ريتك ما اتكلمتي ولا نزلتي من العربية اصلا. وبيمشي. صلاح بيقول ما كنت ضربتيه قلمين احسن. بترد عليه ما هو اللي ما يجيش بالتلميح يجي بالتجريح. بيرد عليها سيبك منه شكلك قمر قوي النهارده. بتتكسف وبتقول طب يلا جايبالك كباب وكفتة ومروقة عليك انت وابويا النهارده. وبيمشوا. وبيوصلوا على البيت وبيغطي صلاح العربية وبتقول ملهاش لازمة تغطية العربية دي. بيرد عليها بتحميها يا نعمة وهي ربنا يكرم. بترد عليه مرضية والحمد لله. بيرد عليها ده بأمارة ايه انك انت اللي بتصرفي على البيت وعشان اللي انت شارياه ده، والبيت ده لو شهدوه هيقول ان راجل البيت ده ما دفعش ايجاره مرتين على بعض. بترد عليه انت بدأت الوصلة يا صلاح يا احزان، اهدى وروق كده، ده انت اجمل هدية ربنا هداني بيها، ربنا يخليك ليا، وبعدين هو انا وانت ايه مش واحد؟ ما تقولش الكلام ده. بيرد عليها بحبك يا نعمة. بترد اهو ده الكلام مش وصلة الحزن اللي انت قلتها من شوية، يلا بينا نطلع فوق. وتاني يوم نعمة بتوصل القهوة اللي عاملة منها مكتب ليها، وبيجي بعدها أكرم زميلها من أيام الجامعة ومتضايق، وبتسأله ليه عامل كده؟ بيرد عليها بقالي فترة ما مسكتش ولا قضية والدنيا بايظة مع أخوكي قوي. بتزعل عليه وبتقول رزقك في رجلك يا ابن المحظوظة، وبتطلع ورق قضية وبتقول خد دي وأنا مغروسة مع واحدة تانية. بيفرح أكرم وبيقول بجد انتي أحسن واحدة في الدنيا ومفيش منك. بترد عليه عارفة وادي مراتك جت أهي. بتسلم مريم عليهم وبتقول اشتغل فيها انت ومراتك وتبقى رزقت للكل. بيمشي أكرم يشوف القضية وبيقرأها، وبتقول مريم انت اللي اديتيها له؟ بترد عليها نعمة لا ربك اللي بعتها له، يلا قومي وساعدي جوزك القضية محتاجة شغل. وبتنادي على علاء صبي القهوة وبتاخده وبتطلع بره. مريم بتروح وراها وبيبقى عندها فضول تعرف. بتطلع نعمة 1000 جنيه وبتقول خد دول وروح على محل صلاح ومدحت واشتري منبهات وحسك عينك يعرف ان انا اللي بعتاك. بيرد امرك يا استاذة وبيمشي. وبتسأل مريم وبتقول انا مش فاهمة حاجة. بترد نعمة اصل النهاردة عيد جوازي انا وصلاح وجايباله تليفون هدية ومش عايزة اجرحه اني يكون جبتله هدية وهو لا، علشان ظروفه وعشان كده بعتله علاء. بترد مريم والله يا نعمة انت مفيش منك. وفي بيت ابو نعمة بتسأله نعمة وبتقول انا مش عارفة انت حاطط نقرك من نقره ليه. بيرد عليها لان جوزك ده معفن وسو وابن نوال. بترد عليه بزعل ما تغلطش فيه لو سمحت علشان بزعل. بيرد عليها تفلقي انت عارفة اغبى قرار خدتيه في حياتك هو انك اتجوزتي الولد ده، وبعدين جاية تقولي عيد جواز؟ جوازك ده محتاج وقفة تراجعي فيها نفسك عن اغبى قرار انت خدتيه. بترد عليه طب والله انت ظلمه، صلاح حنين وطيب، مشكلته بس ان رزقه قليل، هو بس لو معاه فلوس هيخليني ست الستات. بيرد عليها وانتي ست الستات يا عبيطة من غيره، وحتى لو معاه فلوس هو هيفضل معفن. بترد خلاص يا ابو العلب نرفزتني انا همشي.
أما صلاح فبيبقى عند أمه وبتقول سايب لها انت الدفة وهي اللي سايقة ومدلدلة رجليها، حتى لو هي اللي بتصرف فانت لازم اللي تسوق، ده ايه الخيبة اللي ابني فيها دي؟ بيرد عليها صبرك بس أكسب قضية الوقف وأسوق أحلى سواقة، وبعدين أنا بحبها. بترد عليه موت يا حمار. وبيمشي صلاح وبيرجع على البيت، بيحاول يفتح الباب ولكن المفتاح مش بيدخل، وبتبقى نعمة حاطة المفتاح من الناحية التانية. بيرن جرس الباب وبتفتح نعمة شراعة الباب وبتقول نعم. بيرد عليها افتح الباب يا نعمة. بترد طب غمض عينك وانا افتح لك. بيتعصب وبيقول انجزي يا نعمة وافتحي. بترد بتحدي طب مش فاتحة الا لما تغمض عينك يا هتنام على السلم. بيتضايق اكتر صلاح وبينفذ كلامها، وبتفتح الباب نعمة وبيتفاجئ جدا أول ما بيشوف إنها مزينة البيت ومحضرة له تورتة وبتقول إيه رأيك قلبتها لك توك توك، كل عيد جواز وانت طيب. بيبصلها بحب وبيقول وانت طيبة يا نعمة، وبتقدم له الهدية وبيفرح جدا بالتليفون وبيقول شكرا جدا، بس أنا والله مكسوف منك إني ما جبتلكيش هدية، بس والله المحل بقاله أسبوع مش بيدخل ولا مليم، حتى النهاردة فضلت قاعد طول اليوم ومفيش حد جه. نعمة بتتصدم لما بتعرف انه بيكذب عليها وبترد عليه ولا يهمك ربنا يرزق ويكرم، وبيصعب عليها نفسها. وتاني يوم في المحكمة بتبقى قاعدة وزعلانة وسرحانة، بيجي عليها أكرم ومريم وبتسألها مريم ايه أخبار عيد الجواز، كان حلو، جابلك هدية ايه؟ بترد بحزن كان حلو قوي وجابلي حاجات كتير، بس أكتر حاجة عجبتني إني لما رجعت كان مالي البيت كله ورد أحمر لدرجة إني شميت ريحته من على السلم. أنا هبقى أحكيلك بعدين بس لازم ألحق الجلسة دلوقتي. وبتقوم وبتسيبهم. أكرم بيحس إنها بتكذب عليهم وكمان مريم وبيزعلوا عليها. بتقول مريم شكلها بتكذب وزعلانة إنه ما جابلهاش حاجة مع إنها بعتت علاء يشتري منه علشان يجيب لها هدية. ده صلاح ده معفن قوي. بيرد أكرم نعمة دي تستاهل واحد أحسن منه بكتير، واحد ابن حلال زيها، حد يحبها بجد ويشيلها جوه عينيه وبيبان إنه بيحبها. وفي القهوة بعد المحكمة نعمة لسه قاعدة وزعلانة، بيجي رجل أعمال غني ومعاه السكرتير بتاعه وبيقول مساء الخير على نعمة هانم أجمد محامية في مصر، محتاجينك في شغل. بتفرح جدا بكلامه وبتقول اتفضلوا طبعا. وبيعرفها السكرتير وبيقول كمال بيه الألفي رجل الأعمال المشهور. بترد نعمة طبعا شفته كم مرة في التلفزيون. وبيكمل احنا شفناكي وانتي بتترفعي وجينا وطالبين انك تمسكي قضية ياسين بيه ابن كمال بيه. بترد اكيد بمقاس السيجار ده فهو ممسوك فساد. بيرد كمال لا، خطف واحداث عاهة مستديمة بس مظلوم، واحد كان مشاركه واتخانقوا مع بعض. بترد ماشي اسبوعين واذاكر القضية كويس وارد عليكم. بيرد كمال اسبوعين ايه بس القضية بكرة. بتتصدم نعمة وبتقول وانا هلحق اعمل ايه في الورق ده محتاج 6 سنين علشان ادرسه. بيرد عليها بصي يا استاذة انا ابني هيضيع، واللي كان ماسك القضية دي جمال بيه الديك وبعديه محامين عندي في الشركة، ولكن للأسف محدش مطمني، وانا كنت هدي جمال الديك 10 مليون، ولكن لو جبت انتي البراءة هديكي زيه 10 مليون جنيه. بتتصدم اكتر من رقم وبتقول احلف انك بتتكلم بجد. بيرد اكيد بتكلم بجد يا استاذة. بترد عليه بثقة خلاص اعتبر البراءة في جيبك، بس يكون في علمك انا ما بحبش العوق في الفلوس واسأل عني. البراءة هتكون عندك قبل ما السيجارة دي تخلص، والفلوس انا عايزاها كاش في المحكمة. وبتلم حاجتها وبتمشي بسرعة وبترجع على البيت وبتبدأ تجهز نفسها لمذاكرة القضية وبتركز جدا معاها ومع كل تفصيلة فيها. بيرجع بالليل صلاح وبيتخض من منظر البيت وكمية الورق اللي متبعترة على الأرض ولسه نعمة بتذاكر في القضية. بيقعد جنبها وبيقول ايه كل ده، عندك مرافعة بكرة وشكلها مهمة. بترد عليه وأي مرافعة، فيلا روح واستحمى ونام وسيبني أكمل. بيقوم وبيسيبها. وتاني يوم في المحكمة بتوصل نعمة وبتبدأ تجهز أوراقها وبتعرف نفسها للقاضي. محامين الطرف التاني بيستغربوا جدا من شكلها، وبتبدأ تترافع نعمة وبتقول أنا جاية النهاردة ومعايا دليل براءة موكلي. وبتبدأ تشرح في القضية وبتحل اللغز وبتحاول شاهد الإثبات الوحيد لمتهم، وده الإثبات كذبه بالأدلة والبراهين، وبكده تكون القضية بنيت على باطل وبتطالب ببراءة موكلها. كل الحاضرين بينبهروا من مدى ذكائها وثقتها في نفسها، وبتبقى المرافعة قوية جدا، وبينبسط جدا كمال بيه وابنه ياسين. وبتحكم المحكمة بالبراءة وبتفرح جدا نعمة،
وبيطلع كمال شنط الفلوس كاش. بتفرح أكتر نعمة وبتطلع ومعاها الفلوس وماشية بكل ثقة. وبتخلص حلقتنا على كده. ياريت لو الحلقة عجبتكم تشرفوني بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.